زايد وتصنع بإيد مصرية. معاك يا ريس ومعانا بالهمة سواعد شقيانة، تختارك وبكل أمانة يا زعيم الأمة العربية. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج حلم بكرة وحلقة جديدة ولقاء مع القيادي العمالي الأستاذ عادل جابر. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. حضرتك منور. حضرتك مهموم بالوطن ومهموم بالناس والشارع وعندك من زمان رسالة. أكيد. الرسالة دي بتتلخص في مجالك وهو مجال العمالي من خلال النقابة لفترة كبيرة جدا. وطبعا انت خلال رحلتك كلها كنا في عمل وصراعات عمل وحب للبلد واهتمام. عايز اعرف منك بعد ما طلعت على المعاش بقى، وكان احتفال حضرتك امس كان يوم جميل جدا، وانا شفت معظم القيادات كانت موجوده وكانت بتودع حضرتك من العمل، لكن انا اعتقد انك مش هتودع العمل، انت هتبدا العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا عادل جابر محمد. دراستي من اول ابتدائي لغايه الجامعه دراسه ازهريه بحته، لسانس عقيده وفلسفه جامعه الازهر دفعه 89. والهوايه او الاحتراف هو العمل في مجال الغطس، بحكم ان انا من بحري وعيلتي كلها في البحر وغطاسين وصيادين وحاجات كده. فبقى جمعت ما بين شيئان مختلفان لكن ميزوني. واحد ان انا 23-24 سنة دراسة في الازهر، 50 سنة غطس، فشيئان مختلفان تماما. ورغم عن ذلك فعشان كده دايما ممتاز بان مفيش اتنين عادل جابر. وفي شيء ثالث كمان معاهم العمل النقابي والعمل العمالي يعني. فاحنا بنقول دايما، او اللي احنا اتعلمناه دايما ان احنا بنقول ايه، لله اقواما اختصهم لحوائج الناس، يا رب احنا نكون منهم. فدي كانت الرساله الاساسيه في خدمه العمال، لان سيادتك تعلم زي ما اتعلمنا من اللي اقدم مننا ان الزعامه موروثه وليست مكتسبه. فالزعيم ده زعيم من صغره، حتى وهو صغير هو اللي يأثر على الأطفال، هنلعب كذا، هنعمل كذا، هنجري في كذا، فهو زعيم من يومه. فالزعامة ما بتكتسبش، الزعامة مولودة معاه، متوارثة بيه. أيوة. حضرتك من خلال عملك نعم. ومن خلال رسالتك اللي بتتكلم عنها نعم. أكيد في شخصيات مؤثرة في حياتك بدأت حياتك العملية بيها، يعني كانوا رمز بالنسبة لك. نعم. نقدر نتكلم على الشخصيات طبعا دي؟ طبعا. أولا والدي أنا كان رئيس قسم او رئيس اداره في قطاع النقل، في قطاع الجلود بمنطقه المكس، ودي كان زمان اسمها الاداره الهندسيه او قطاع المكس. فكان بيشمل البترول والجلود والمدابغ والكلام ده. فالراجل ده الله يرحمه اللي هو والدي 3 دورات رئيس نقابه عامه، 3 دورات متتاليه. يعني من هنا بدا بقى حبك وتعلمك للمجال ده. طبعا. فده عمل معايا ايه، خلاني في الفتره بتاعت اعدادي ان انا بقيت انضميت للاتحاد الطلبه. في الثانوي كنت رئيس اتحاد طلبه، في الجامعه كنت عضو اللجنه الفنيه في الاسر، واشتغلت في المجال ده. فانا حبيت المجال ولقيت نفسي زي ما طب في شخصيات عامه نعم. غير والدك يعني؟ طبعا. زي مين؟ طبعا اولا بدري فرغالي مثلا. طبعا ده معلمنا كلنا. طبعا بدري فرغالي. كان عندنا هنا كمان، هنا كان عندنا نشطاء كتير قوي في اسكندريه. الاستاذ فتحي عبد اللطيف من القيمه والقامات أيوة. القيمه والقامات النقابيه اللي احنا اتعلمنا منها كتير. كان في طبعا. طب حضرتك اثر فيك الاستاذ فتحي عبد اللطيف، او هل اتعلمت حاجه منه، او انتوا كنتوا يعني قريبين من بعض لدرجه انك تتعلم منه شيء معين؟ كان في حته حلوه قوي اللي هي البالانس، التوازن. اللي يعرف يعمل المثلث ده كان بيجمعه في حته واحده. دي انا اتعلمتها منه. بس انا تفوقت فيها، لانه هنا انا كنت طالع وهو خلاص، يعني هو في مرحله ان هو تربع على العرش، فما بقاش يجري زي الاول. فاحنا لسه طالعين. فاحنا هو الاستاذ طبعا معلمنا كلنا طبعا. استاذ فتحي لا قيمه وقامه طبعا. لا هو كان بيعمل، علمنا حته اسمها البالانس، اللي هو التعاون او التوازن ما بين العمل وصاحب العمل والعمال. دي مش اي حد
هي كان عنده الحته دي، والحته دي حته خطيره جدا لعلمك، لان مين اللي يعرف يعمل توازن ما بين العمل والعمال وصاحب العمل؟ لا دي حاجه، فدي اتعلمناها. طب او انا اتعلمتها. مشاكل العمال اكيد لها علاقه بالموقف السياسي. اكيد. يعني ما هي العلاقه بين مش اشكاليات العمال نفسها وانجازها وتنفيذها والسياسه بشكل عام؟ هل ترى ان هما الاثنين يعني عمله ذات وجهين يعني؟ طبعا جزئين ما يختلفوش او ما يختلفوش عن بعض. اولا الانتاج في العمل يؤثر تاثير كلي وجزئي على الاقتصاد، فالاقتصاد مردوده للسياسه. أيوه. او مردوده للدوله. فالنهارده الدوله لو مش هتمد ايدها مع العامل اللي لها سواعد الدوله، يبقى عمرها ما هتقوم. بس هي المشكله فيه ان احنا بيجي وقت من الاوقات العامل نفسه مش قادر يقاوم متطلبات الحياه. فهي دي، والدولة مش قادرة تكفي كل اللي هي عايزاه، فهي معذورة وهو معذور، فالإنتاج هنا هو اللي بيبقى فيه. طب إزاي نقدر نخرج من الإشكالية دي إن إحنا ندخل لمنطقة جديدة في التوقيت اللي إحنا فيه، إن إحنا محتاجين نعود إلى الصناعة المحلية وإنتاج صنع في مصر؟ نعم. إزاي ندعم هذا المشروع بشكل قوي جدا بحيث نقدر نتحدى المنتجات اللي هي حصلت لها مقاطعة في الفترة الأخيرة؟ تمام. واعتقد دي فرصة ذهبية طبعا لنا جميعا ان احنا نهتم بصناعتنا شوية. ازاي نعمل ده، او هل ده احنا متجهين له فعلا؟ ممكن، بس نرجع لحتتين مهمين قوي اللي احنا اغلبها تلاشاهم او تناساهم. الايثار والتكافل. بمعنى وضح شوية. ويأثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. الإيثار إن أنا ممكن أفضل الأستاذ أحمد عليا لو هي الحتة دي ليه مصلحة فيها تنجيه. فالإيثار إحنا فقدنا ده، وفقدنا التكافل إن أنا إن اللي معاه يدي اللي ما معهوش. الجزئين دول لو اكتملوا وراجعهم تاني هيحصل عندنا الانتماء اللي إحنا أصلا فقدناه. وقد تعود المصانع اللي توقفت ونقدر نعمل عمليه اعاده تشغيل من جديد لها. يعني نعم. اعتقد في فرصه ذهبيه في الوقت الحالي. في الفتره اللي فاتت خسرنا شركه النصر للسيارات بس، يعني شركه كبيره قوي وكان لها منتجات. يا احمد بيه سيادتك بتتكلم على النصر للسيارات؟ لا، ما تتكلم على الاهليه للغزل. ماشي، ما قطاعات كتير في الغزل زي السباهي والمحله حاجات كتير قوي. انا معاك قطاعات كتير، وشركه ادفينا وشركه. انا حضرت اضراب في سنه 2009 وكان في سنه 2013 وكان اضراب المحله، وكان في الوقت ده رئيس الوزراء ابراهيم محلب، وحضرت مع الاضراب ده. انا حضرته مع الاخوه بتاع المحله، وكان اضراب المحله بتاع الغزل، وكان جنب منهم اضراب البريد، يعني في توقيت واحد. وحتى انا شفت ابراهيم محلب وهو موجود. فانا عايز اقول لحضرتك النهارده انت مشكله عملتها، مش انت اللي عملتها، مش انت المتسبب اللي موجود. اتسببت فيها فئه معينه من الناس كانت ماسكين القيادات وهم دول الدوله، فبداوا في عمليه الخصخصه اللي هي دمرتنا حقيقي. دي البدايه، دي بدايه السلبيه اللي حصلت لنا. طبعا. طيب احنا دلوقتي نقدر نقول ان احنا في مصر عندنا حلم كبير لبكره. سياده الرئيس بدأ حلم التنميه وحلم الانتاج واحلام كتيره قوي كلنا بنشاركها مع بعض من خلال تحيا مصر والمبادرات الكتيره ومبادرات الصحه الكتيره اللي اتعملت. هل انت مش شايف ان حصلت طفره نوعيه في مصر في الفتره الاخيره؟ أكيد. انت استشعرتها؟ طبعا. بص، كل الانجازات اللي تمت في عهد الرئيس معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي موجوده وعلى ارض الواقع، ولكن هو المشكله فين؟ حضرتك بتجيب مثلا، يعني طبعا مع فرق التشبيه وحاشا للتشبيه طبعا، ان انا بجيب حاجه برمي ببير. الكلام ده انت بتعالج سنين فاتت. أيوة. كان المفروض لو احنا مشينا بخطوات ثابته على مدار السنين اللي فاتت دي، العهود احنا بدأنا متأخر. عشان كده بنعاني. فانت بتعاني. ويا ريت بس يبقى في مسألة وعي للمواطن. دور الوعي عشان نقدر نوضح للناس ان احنا يا جماعة البلد دي بدأت مؤخرا تنمو
مش من زمان بتنمو، يعني كان في توقف، حصلت ثورة يناير وبعد كده 30/6، وعشان كده بدأت من بعد 30/6 النمو الحقيقي في البلد. هل نوصل الوعي ده ازاي للناس ونفهمهم ان يا جماعة مصر بالفعل محتاجة ان احنا نفهم احنا رايحين لفين؟ الوعي، ما هو دور الوعي في المرحلة القادمة؟ مش الاعلام، الشارع. النخبة. الشارع. ما هو الشارع والنخبة. الشارع. مش الاعلام. لان انا واحد من ضمن الناس، زي ما بتكلم مع الاستاذ احمد بمنتهى الحريه والطلاقه، انا بقول لسيادتك الشارع الوعي فيه النهارده عشان الاعلام. ما هو الشارع مش محتاج رموز تقود الحركه في الشارع. موجوده. طيب ما هو هيبقى هنتكلم على الرموز اللي هي بتتحرك. مين الرموز؟ اعضاء مجلس الشعب. لا اقل شويه. رؤساء الاحياء. ازيد شويه. الناس اللي هم المجالس المحليه. المجالس المحليه هي ده الشارع يعني. هو ده الشارع. طب ما هو مشروع معطل ومش مؤهل وما حصلش. يعني كل يوم يقولوا المحليات لن تتم لحد الان. ما انا هقول لسعادتك طب يعني احنا عايزين ننهض بهذا المشروع المحلي عشان هو ده الاساس فعلا. هو ده. ما انا اقول لسعادتك دي حقيقه. طب ليه متاخر ده؟ اقول لسعادتك ليه؟ لو جيت حسبت انت العدد اللي مطلوب للمحليات على مستوى ال 28 محافظه، العدد ازيد بكتير من العدد اللي هو معمول او مفعول به. يعني الرموز والنخبه كتير اكتر. طبعا. ما ده ما صحي، مش يبقى في منافسه. ما هي مش لا انا عايز افتح باب المنافسه والانتخابات. ايه لا المشكله؟ بمعنى مطلوب مثلا انا عندي طبعا في المجالس المحليه، وانت اعلم مني ان انا عندي في المجالس المحليه عندي محافظه وحي وشياخه. طيب انا هراضي كم عضو مجلس نواب عشان اخد منه قد ايه عشان اديله رجالته؟ فانا عندي ده 9 وده 9. طب انا اخد انا 9 الاصلح. ما انا عايز اقول لحضرتك لا، ما هو ده مرشح وده مرشح ماشي. فاصبح الصندوق هيقول كلمته. انا بقول لسعادتك انا بقول لسعادتك اهو. هنفترض جدلا ان حضرتك النهارده عندك دايره فيها 5 نواب او 3 نواب، وانا عايز عدد المحليات طبقا للمحافظه والحي والشياخه 9 تنفار. طب فانا طلعت من عندي 4 وانت طلعت من عندك 4 وده طلع من عنده 4، اللي هم دول هيكونوا الانتخابات. طب كم واحد جه من الشارع؟ طب كم واحد جه من المحافظه؟ ايا كان العدد. الله ينور عليك. مفيش مشكله. انا عندي انا كل يرشح نفسه. انا محكوم بعد. لا ومفيش مشكله، بس هناك من يقول كلمته في النهايه هو الصندوق. تمام. الناس عايزه مين هو اكتر حد فاعل هيقدر يشتغل في هذا الملف ده اللي احنا بنقول عليه. مفيش مشكله. احنا بنقول يا رب يتم هذا الحدث والمحليات فعلا ترجع تتسطب وتتنسق، لان هو ده الدور الرئيسي بالفعل. هو ده الحلقة المباشرة بين ابن الشارع النواه في الشارع. لا هو الشخص اللي في الشارع معانا، اللي عارف مشاكله واللي عارف هنا اللي هينقلها، عارف كل حاجة. القيادات والقيادات السياسية تنقلها والمجلس الشعب وكده. يعني هي مراحل. فإذا احنا عندنا حلقة مفقودة. ما انا بقول لسعادتك اللي هي المحليات اللي ما انا قلت لسعادتك هي دي نقطة مهمة جدا فعلا محتاجينها في الوقت القادم. بس اعتقد يعني هم مهيئين لده هيحصل ان شاء الله. بعد الانتخابات الرئاسية كل حاجة هتتم هتبقى تمام بإذن الله. خلينا نقول بقى حضرتك شعورك بمصر، ويعني ما هو الشعور الوطني؟ ماذا تتحدث لمصر عندما نقول ان حضرتك وطني بتحب البلد؟ تقول ايه؟ اقول لك تخيل انت سعادتك ان مصر دي بنت جميلة وهتكتب فيها خواطر، هتقول ايه؟ هقول في واحدة في بالي وعجباني والقلب يا دوبك هيسحها. يا سلام لو ريحني زماني كنت امسح بداية دموعها. مسكينة والناس ظلموها ولا شافت انا ابدا يوم راح من نعيم الدنيا حرموها. انا قلبي اتقطع بصراحة. راح اعيش وياها وهنيها والماضي راح انساها بالمرة. ما طبعا اقدر اسعد لياليها واطوي لها الايام بالمرة. اخلاقها العالية ما توصفش وعشقت جمالها الرباني وازاي حبيتها انا معرفش. هسعدها بروحي ووجداني. دي اللي القلب اتمناها واختارها من بين ملايين، والعين دلوقتي بتهواها من غيرها يعيش قلب حزين. الله جميل. احساس حلو طبعا ان انت تتخيل مصر حبيبتك. طبعا ده شيء جميل. انا شخصيا في اشعاري بتخيلها حبيبتي فعلا. وساعات بعتب عليها وساعات بحبها وساعات بقول لها كلام كتير واوصل لها رسائل. شيء جميل جدا. فانا كنت
امبارح قبل من كده ان انا كنت عايز اعمل حاجه اقول فيها ان انا لسه في قلوب الناس. فعملت دعاوي لاكتر من 17 نقابه ومؤسسه فييجوا ان هم يجوا الاحتفاليه. فجالي مشكورا اتحاد عمال مصر، جات لي النقابه العامه بكامل رجالها ما شاء الله، النقل عام القاهره، جات لي البريد، جالي الاتصالات، جالي سكه حديد، جات لي العمريه للغزل والنسيج، نقابه نقل عام حضرتك نفسها محبوبه، ربنا جمعت كل الناس الحمد لله. وبعدين كان الغرض من الموضوع ده ان انا اشوف الاستاذ فلان والاستاذه فلانه، ان انا اشوفهم في المكان الجميل ده اللي انا ما شفناش من بعض. طب يعني الشخصيات اللي جات لك انت يعني نعم. اهم الشخصيات بالنسبه لك او الاسماء اللي هي قريبه من قلبك، لا هو تقدر تبعت لهم رسائل من هنا؟ انا اقدر اولا انا اشكر الجميع كله، ولكن هي الفكره كلها فكره زي الترمومتر. في حد عندي 70% وفي حد عندي 75 وفي حد 73 وفي حد 78 وفي حد 100 نبعت شويه رسائل. فانا بقول ساعات لكن هو مش عايز اقول كل واحد جه عندي وعلى راسهم طبعا الاستاذ محمد كمال رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابه العامه، الاستاذه منى عبد العزيز اللي هي ست ب 100 راجل، ب 100 راجل انا عارفها كويس قوي قوي، لان انا عشت معاها ايام ما كان الثوره ما كانش في غيرنا في الشارع، هي ومجموعه ستات وبتاع وكده يعني. فكنت انا عايز اقول لك ايه، لا دول قريبين قوي، دول اللي واخدين التوب. عايز اسامي. نعم. كمان جالي الاستاذ محمد سعيد اللي كان بتاع بترومنت ورئيس نقابه بترومنت، والراجل ده شقى معايا من اول النقابات المستقله حتى اعداد القاده. انا جمعت ناس كتير قوي، انا كنت ناوي اجيب ناس كتير قوي، لكن للاسف اللي عنده شغل بتاع يعني. انا كان في ناس كتير قوي جاياني. اولا جالي الاستاذ مدحت نائب رئيس نقابه العمريه للغزل، الاستاذ ماهر سليم، الاستاذ عادل ابراهيم بتاع المصريه للاتصالات، الاستاذ عزيز عبد اللطيف طبعا حدث ولا حرج بتاعت سكه حديد مصر. جميل. طبعا حبايبك كتير الحمد لله رب العالمين. وده ان دل على شيء، حسيت بقى ان انت مشوارك ده ما راحش هدر طبعا، ان رحلتك اللي عدت دي كلها وقلت ده كانت بنتيجه. طلعت بناس محترمه. طب انا طلعت برساله. اقول لك على سر لو ما كنتش كنترول على نفسي امبارح انا كنت عيطت من الفرحه. ما احساس جميل انك والله لو ما كنتش كنترول على نفسي امبارح كنت انا، لان انا فعلا حسيت بالحب حتى في الكلمه اللي انا قلتها، حاله حب. طبعا انا في الكلمه قلت لهم صدقوني انا حسيت قد ايه ان انا لسه في قلبكم. انا فعلا لسه في قلبكم، وده ان دل على شيء فدل على وانت في قلبنا كلنا. واعتقد يعني ان انت رحلتك ما انتهتش، وانت بدات وهتشتغل، وراك عطاء كتير جدا، ودورك مطلوب من خلال خبرتك السنين اللي عدت دي كلها، مطلوب منك في اللي جاي اكتر. كلمني عن اللي جاي بقى. انت شايف اللي جاي ازاي؟ انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي في ايه؟ انا عايز اعمل حاجه ما تبقاش محدوده. بمعنى انا خدمت النقل العام اللي هم حوالي 11,200 عامل من يوم ما دخلت، النهارده هم 5000 عامل، خدمتهم على مستوى اسكندريه، لان النقل العام، بس انا عايز الفت نظر سيادتك للحته دي قبل ما نخوض في اللي انا نفسي فيه. النقل العام ما فيش شارع في اسكندريه بيحصل منه حاجه من اتنين، يا اما بيعدي منه نقل عام يا اما ساكن فيه نقل عام. ايوه فاسكندريه يعني نقل عام بالظبط كده. واحنا عندنا قاعده بتقول ان النقل العام هو الامن العام، هو الحياه، هو الامن العام. فانا خدمت، ولكن كنت حاسس ان انا بخدم في دايره مغلقه برغم ان انا بتكلم على اسكندريه كلها. فانا املي ونفسي ان انا اخدم في اكتر من مكان، في اكتر من حي. يعني انا من بحري وساكن في محرم بيه، انا عايز اخدم في بحري واخدم في محرم بيه واخدم في بكوس واخدم هنا واخدم هنا. انا عايز ده مش للشو، لان الشو انا خدته على مدار عمري اللي فات بدليل. طب عديت ايه بقى للي جاي عشان تعمل اللي بتتكلم عليه ده؟ هل هتبقى حضرتك منتسب للنقابه او مستشار للنقابه او ده لو هم احتاجوني فيه. لكن انا عايز حد، لا انا عايز حد من القيادات السياسيه،
اللي يعني على عايز تبقى انت مجتمع مدني في الشارع بيشتغل من خلال جمعيه، مؤسسه، اي حاجه. بالظبط. حد ياخد بايدي بقى. شوف بعد السن ده انا محتاج حد ياخد عمرك بايدي. احنا ناخد بايدك. انا محتاج حد ياخد بايدي. احنا معاك عشان اكمل مسيره العطاء. معاك المؤسسه المصريه للثقافه والتنميه، تمام. معاك جمعيات كتير جدا، ده انا ليا الشرف تقدر تطرح معاها مشروعاتك وافكارك وتتنفذ. تمام. المجتمع المدني السكندري مليء بالمخلصين والمحترمين والوطنيين. يا ربنا يجعلنا اعتقد منهم. يعني كده. وانت لو حبيت تعمل اي شغل معاك سواء جمعيه او مؤسسه او مليانه الدنيا، المجتمع المدني قادر على كل شيء. وانا عندي حقيقي يعني. وانا عندي وانت عارف قدره المجتمع المدني، وسياده الرئيس طالب المجتمع المدني، وكان له عام اللي هو 2002 لو تفتكر. ايوه. كان هو عامل المجتمع المدني. يعني اعتقد الرئيس خصص يوم للعمل المجتمع المدني، فاذا هناك قدره للمجتمع المدني. نهاية اللقاء يشرفني. أنا سعيد جدا، وإن شاء الله نلتقي في أعمال قادمة بإذن الله. كان لقاءنا مع الأستاذ عادل جابر رئيس نقابة العاملين بهيئة النقل العام سابقا. الحقيقة أسعدني بحواره، وكان لنا الكثير من المحاور في الحديث. تحدثنا عن الوطن، تحدثنا عن رحلته السابقة، تحدثنا عن أحلامه وطموحاته القادمة. أنا بتمنى له الخير دائما، وإن شاء الله نلتقي في أعمال قادمة بإذن الله. وشكرا لكم وشكرا لضيفي العزيز. شكرا. وأنا سعيد بلقائي معاك، وأتمنى أنها تتكرر مرة واثنين وثلاثة إن شاء الله. وأنا تحت أمر أي حد في خدمته وفي خدمة المجتمع. ربنا يخليك. شكرا. كمل وامشي وعدي طريقك، أسس في البنية التحتية، ابني مصانع واحنا فريقك اللي هيخدم أجيال جاية. مصر أرض المخلصين، بنايين على فلاحين، رجعوا أمجاد سنين، صنعوا بإيدين عافية. مصر معاك بتأيد، بتدعم روح الوطنية، تبني وتأسس وتشيد، وتصنع بإيد المصرية. عمال مصر معاك بتأيد، بتدعم روح الوطنية، تبني وتأسس وتشيد، وتصنع بإيد المصرية. معاك يا ريس ومعانا، بالهمة سواعد شقيانة، تختارك وبكل أمانة يا زعيم الأمة العربية.